هو بديهي جدا، بس هو جزء من عمل اي مدرب في العالم كله، هو مواجهه الاعلام ومواجهه المؤتمرات الصحفيه، سواء الصحفيين او المحللين وحتى الجمهور. ده طبيعي يعني، في كل حته في العالم بيحصل دلوقتي. يعني توماس توخيل عنده مشكله كبيره في انجلترا مع جود بيلينجهام، والصحفيين بيسالوه، والميديا قويه جدا في حرب ضد توماس توخيل، والراجل بيرد وبيواجه، لان ده شغل من عمله، ده طبيعي جدا. نفس الكلام قاله انشيلوتي، انت استبعدت ليه جايب اندريك؟ ما استبعدت اندريك، جبت فينيسيوس، انت صابر على رودريجو. كل اللي دي كلام، وده طبيعي جدا في الكوره. طبعا لو هنيجي جوه مصر، هيكتور كوبر هو من اكتر المدربين اللي تقريبا في اخر 20 سنه تم انتقاده، وكابتن فايز قاعد دايما قاعد دايما قاعد. ايوه انا بتكلم يا باشا دلوقتي من الناحيه الاعلاميه. كارلوس كيروش. بس انا عايز اقول حاجه والله، من احلى العلاقات اللي كانت في فتره المنتخبات حقيقي. علاقتي، انا بتكلم بامانه، مع الجهاز بتاع كوبر. بجد والله صح. يعني انا كنت بنتقدهم جدا، بس هم فاهمين ان ابراهيم ما عملش حاجه. تاني يوم بنعمل ماتش كويس وبتكلم عنهم كويس. صح. والله الشهاده لله انك كابتن اسامه نبيه، ان ابويا وحبيبي كابتن احمد ناجي، ان صديقي وصاحبي كابتن محمود فايز، ان ما فيهم واحد في مره عتب عليا خالص. جزء من اللعبه. هم عارفين ابراهيم. لا ومش قصدي حاجه يعني. ده انا انت فاكر احنا. ايوه بقول لك كابتن اسامه نبيه كان بيخش بعدها يتكلم، وانت بتبقى مستغرب هيخش يعمل مداخله. بيخش وانت بتبقى حضر له شلوت اسئله، لها اسئله قويه جدا واسئله جدليه جدا، ويبقى في مساحه صدر واسعه ان هو بيرد على كل حاجه بشكل فني. هم مقتنعين بوجهه النظر، فلازم هنرد هنا وهنرد هنا وهنرد هنا. هرجع تاني نفس الفكره. كارلوس كيروش من اكتر المدربين اللي تم انتقاده بشكل واضح وصريح من كل شيء طبعا. وليه استبعدت قفشه، وليه استبعدت محمد شريف، والاعلام ساعتها عمل ازاي في النقطه دي تحديدا. والراجل كان لسه داخل الكاس العرب ولسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم مع منتخب مصر، ومع ذلك كان بيرد ودي اختياراتي وانا مسؤول وانا كذا وانا كذا وانا كذا، وكان بيرد في الملعب. هي علاقه. هو ده جزء. فيتوريا نفس الكلام. انا بقول يعني عشان كابتن حسن شحاته نفسه، كابتن حسن شحاته قبل بطوله 2006 كان الكلام ان كابتن حسن هيمشي وهنجيب مانويل جوزيه وبعد 2006 يعني انت فاكر 2006. انا اسف يا محمد هرجع لك تاني على طول بسرعه، بس عطفا على الحته دي. 2006 قال لك احنا بنكسب بدعاء الجمهور. يعني ما والجمهور عشان البطوله على ارضنا. كمل يا عمر. فهو النقطه كلها ان من حق الجمهور يسال، ومن حق الناس تنتقد، ومن حقنا كل واحد شايف حاجه غلط في الناحيه في الوسط الرياضي بشكل عام يسال، عشان بدوره الجهاز الفني لمنتخب مصر بيرد ردود اللي تطمن الشعب المصري وتطمن الوسط الرياضي، لان طبيعي انت داخل على بطوله زي كاس الامم. زي ما اتكلم شابوني وزي اتكلم مع كابتن محمود فايز، هل ده المعسكر الاخير قبل كاس الامم؟ هل الناس ليها حق انها ما تطمنش او تقلق من اللي بيحصل؟ لا طبعا تقلق. ابسط حاجه بس قبل ما اخش كلام في كلام فني، مين قلوب دفاع منتخب مصر اللي هتخش كاس الامم الافريقيه؟ هل تتخيل ان لو واحد زي حسام عبد المجيد اللي بيصنف ان هو من افضل المدافعين في مصر كلها حاليا في اخر سنتين، هو ما لعبش غير دقيقتين السنه دي مع منتخب مصر، دقيقتين. أيوة. محمد اسماعيل واحد من افضل المدافعين المفروض اللي عامل طفره شويه في الدوري المصري السنه دي، ما لعبش. طب محمود مرعي واسامه جلال الاثنين السنتر باكات بتوع بيراميدز اللي هم من افضل فرقه موجوده جوه مصر اللي خدت افريقيا ولعبت خلال سنتين ما انضموش اصلا. سيبك ان هم مصابين دلوقتي، بس انت لما تيجي تبص هو منذ اصابه عبد المنعم في ابريل المنتخب مين اللي بيلعب جنب رامي ربيعه؟ هو ما فيش. فهتيجي حمدي فتحي محمد هاني. بالظبط. فانت هتيجي تبص دلوقتي ان انت في اخر معسكر بتستعد. خالد صبحي ومحمد ربيعه احيانا. محمد ربيعه السنه اللي فاتت لعب ماتشين. محمد ربيعه السنه اللي فاتت لعب ماتشين وما جاش السنه دي. خالد بن ركاز. خالد صبحي بس خالد لعب كويس والله. لعب ماتشين اساسيين برضه. بس ما هو انت بتتكلم بنسبه وتناسب، هو رامي ربيعه الوحيد اللي لعب 15 من 18 مباراه مع كابتن حسام حسن. فهو ده ما انت لازم عشان تبص على القائمه بتاعتك اللي انت داخل بيها. عشان دخلت قوي في التفاصيل اروح لفارس. اتفضل يا فارس. مش عيب في اي اداره رياضيه لو انت عندك حد في حته معينه دي ويك بوينت بتاعته او عنده مشكله فيها. 20 جنيه ايه 20 جنيه ويك بوينت. دخلت لنا في الانجليزي. تمام يلا يا باشا. مش لا بجد يعني مش عيب في اي اداره رياضيه تقول له تعالى انت عندك مشكله في الحته دي. كابتن حسام ما تتكلمش وانت بنرفز. في مدرب ما يكلمش، لا اتكلم في سياق معين محطوط. خد بالك هو في المؤتمر الصحفي كان بيرفكت، الكلام كان تمام بالظبط. هو اللقاء اللي عمله ما هو عشان ما فيش رولز واضحه ان لا خد بالك يا اما تتكلم في الاطار ده يا اما ما دون ذلك. في حد بيتكلم، في حد بيوضح، في حد بينقل وجهات النظر. الكلام امبارح انا مش شايفه كلام كوره. ده مش كلام كوره خالص. عشان كده تعقيبي عليه مش في نطاق فنيات وهو لعب 4-4-2 ولا 4-2-3-1، لان في حاجات قبل كده بكتير جدا. المنتخب ده ما فيهوش محمد صلاح وعمر مرموش وربع لاعب او ايا كان. يعني انا مع فكره انه حاول يتدارك التصريح، حاول يلم الموضوع. لا ده في الشناوي وفتوح وامام عاشور وزيزو وتريزيجيه. التعامل مع اللاعب المحلي اصلا وكانه يعني نقيصه او سبه
لا ده احنا بنينا تاريخ منتخب مصر في الفتره من 2006 بلاعبين محليين، بابو تريكه وبركات وعرق اللعيبه دي، ده تاريخ لاعب محلي. بركات وعماد متعب طبعا وائل جمعه وكل اللعيبه دي. حسام معوض. ففكره الانتقائيه لفكره اللاعب المحترف كده بالاسلوب ده وكانه هو لاعب في حته واللاعب المحلي في حته، لا طبعا دي لعيبه لها اسماء. ثم استمرار فكره اصل الغيابات، اصل كذا. امام عاشور دلوقتي اللي بيتقال عليه ان هو غايب وان هو اصله مش موجود وبيتحط من اوائل الاسماء، هو امام عاشور ده اللي كان متاح في فتره قبل كده وما كانش بيتم استدعائه. وحاجه اهم، هو كابتن حسام حسن نفسه كان بيقعد في استوديوهات ويهاجم المدير الفني لمنتخب مصر الاجنبي، اللي هنا القصه مش هو اجنبي، هو المدير الفني لمنتخب مصر، ده المسمى الوظيفي بتاعه. ما هو كان عادي. ايه فكره اللي بيهاجم او بينتقد؟ اصل انا بكلم الناس الحلوين اللي بيحبوا البلد وماليش علاقه بالناس الوحشين. هو احنا مع الناس الوحشين ولا الحلوين؟ وايه التصنيف ده اصلا؟ وايه الانتقاء؟ فكره الفاظ تخلي في حاله عدائيه. هو انت اكيد بصيت امبارح تحول كابتن حسام حسن، الناس كانت بتحاول تزق معاه الفتره اللي فاتت كلها، وهنا انا اللي بيقول الكلام ده دلوقتي كنت بتبنى راي ان لا نبخس الراجل ده حقه في التاهل. وهنا وكان في وجهات نظر مختلفه والمجموعه سهله والمجموعه صعبه، وخدت مساحتي كامله ان انا يمكن كنت بغرد شويه في حته مختلفه في الدفاع عن كابتن حسام حسن في ده. ولكن لا، المساله ما كانش ده بيتقال عشان انا مع الناس الحلوين والناس الثانيه مع الناس الوحشين، وده كان بيتقال كتقييم فني. وبعدين لازم نحط في اعتبارنا فكره برضو انا جبت لعيبه قدمتها جديده. معلش هو فين اللاعب اللي انا شايف انه هيكون في التشكيل اساسي؟ طب والراجل اللي جاب محمد عبد المنعم والراجل اللي كان عنده رؤيه زي كيروش ده يتقال عليه ايه؟ ده يقول لنا ايه؟ بالراجل اللي كان عنده العين ده والقدرات وفي اختبارات صعبه وفي الماتشين الاخيرين مع السنغال بتروح مننا الفرصه، والا كان كتب تاريخ ما اتكتبش. طيب الفكره ان انا اشوف الموضوع مصري واجنبي وطريقه التحليل ده، انا شايف فيه كلام قبل الكوره بكتير جدا يقول ان المنتخب اتضرب فيه مفك يا ابراهيم بالتصريحات دي. شوف